تراجع كبير شهده السوق الموازية للدولار بعد ما كان وصل لأكتر من 70 جنيه مرة واحدة، لكن نزل ل 45 و40، وفي خبراء بيتوقعوا إن ينزل لحوالي 33 جنيه. لكن يا ترى هيفضل مكمل على كده وهينزل تاني، ولا دي موجة وهيرجع يرتفع تاني؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، فخليك متابع. ما تروحش أي مكان ولا تقعد مع أي حد غير وتسمع كلام عن سعر الدولار، لأن سعر الدولار مرتبط ارتباط كبير بحياة الناس اليومية، أكلهم وشربهم وكل السلع اللي بيشتروها. أي حاجة هتغلى هيقولك السبب الدولار، والأيام اللي فاتت شفنا تراجع كبير في أسعار الدولار بعد موجة من الارتفاعات التاريخية، وبعد ما وصل ل 70 جنيه وأكتر نزل مرة واحدة لأكتر من 40 جنيه. لكن إيه السبب؟ وهل هيفضل مكمل على كده؟ الخبراء قالوا إن في 6 أسباب وراء تراجع الدولار في السوق الموازية، وهي نفسها الأسباب اللي هتخلي الدولار يتراجع برضه الأيام اللي جاية. وأول الأسباب دي انهيار الطلب من قبل المستوردين بسبب الارتفاعات الغير منطقية في أسعار صرف الدولار، بجانب كمان قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفايدة. ده غير إن الحكومة قبضت على عدد كبير من المضاربين وكبار تجار العملة على مدار الفترة اللي فاتت. وبخلاف كده في طبعا التدفقات الاستثمارية الخارجية، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، والكلام الإيجابي عن المفاوضات اللي بتعملها الحكومة مع صندوق النقد علشان زيادة برنامج التمويل الخاص بمصر. وعلشان الدولار يتراجع لازم يتوفر في البنوك بشكل كبير، وكمان دخول حصيلة دولارية جديدة سواء من صندوق النقد أو الشركاء الدوليين، بالإضافة إننا نحسن مستويات الإنتاج والتصنيع وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة. الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي قال إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية شهد تراجع خلال الأيام اللي فاتت، لأن التجار بالبلدي كده استهبلوا في تسعيره، ورجح إن الدولار هيفضل يتراجع في السوق السوداء، وخاصة بعد الإعلان عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي اللي من المتوقع إن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. ووضح غراب كمان إن تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية جه مع الضربات الأمنية المكثفة والقبض على عدد كبير من تجار السوق السوداء، وده أدى لوقف تداول الدولار بالسوق السوداء وانخفاض الطلب عليه، فبدأ سعره ينخفض. وأشار كمان إن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لمستويات قياسية خلال الفترة اللي فاتت خلى في تراجع في الطلب عليه، وبالتالي المضاربين خفضوا سعره. وقال إن اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة التمويل ساهم برضه في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية. ومش بس كده، لا ده قال كمان إن انتشار تصريحات ومعلومات عن استثمارات خارجية ضخمة بمليارات الدولارات هتدخل مصر الأيام اللي جاية من أسباب تراجع الدولار. وقال كمان إن الفترة اللي جاية هتشهد انخفاض أكبر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، خاصة بعد ضخ كميات كبيرة من الدولار بالسوق عن طريق البنوك، بالتزامن مع توفير العملة الصعبة من قرض صندوق النقد الدولي ودخول استثمارات عربية وخليجية. ووضح إن تجار السوق السوداء خلال الفترة الماضية كانوا بيتعاملوا مع الدولار وكأنه سلعة، وبيعملوا نوع من البلبلة الاقتصادية وهز ثقة المواطنين في البلد، مستغلين الأزمة العالمية. ومش بس كده، ده كمان انخفاض الدولار في السوق السوداء هيأثر طبعا على الأسعار وخفض معدل التضخم، وده مرهون بتوافر حصيلة دولارية خلال الفترة المقبلة لدى البنك المركزي علشان يقدر يوفر العملة الأجنبية للمستوردين وما يلجأوش للسوق السوداء للعملة مرة تانية. وخد بالك في خبراء كمان قالوا إن دولار السوق السوداء هيوصل لحوالي 33 جنيه خلال الأيام اللي جاية، وده كلام مؤكد مع توفير الدولار في البنوك والاستثمارات اللي جاية. يا ترى شايف إن الدولار فعلا هينزل ولا ممكن يطلع تاني؟